السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبنا لكم الكراعين خضرين بالزبيب والحمص اللي كيجيو هائلين، ومرقه ديالهم خاسره وزوينه وكتشهي. انتم شوفوا غير التفصيل داك الخضر، راه المرقه كتجي واعره 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 بزاف. جربوها وما غتندموش عليها. ندوزو الطريقه ديال ولا المقادير ديال الكراعين. عندنا الكراعين حسب افراد العائله. عندنا بصله اولا جوج بصلات كبار مقطعين هكا طرفه شويه، يعني مشنفين كما زولنا نعنف. هانتوما كتشوفوا الكراعين ديالنا هما منقين مغسولين مشوطين مغسولين بالحق ومطرقه. غناخدو عندنا هانتوما كتشوفوا كلشي موصول مقطعين. عندنا جوج بصلات كبار ومعهم قطع قزبر، ماشي معدنوس، غير قزبر وحده مربط، يعني كنغسلو مزيان كنربطوه. وفصوص الثوم على حسب اللي بغا. انا كنديرهم هكا لان كلشي كيذوب حتى كتذوبوا كنعكم، ماشي مشكل. هنا عندنا ازلافه ديال الحمص اللي ديجا مرطب. كاين اللي كيدير حمص اللي مفرك او مفسخ، كاين اللي كيدير هكا. انا كنفضلو هكا باش متيخسرش. عندنا شويه الملحه، شويه الابزار، شويه القرفه عود وشويه القرفه شويه يعني مطحونه، وشويه التحميره والخرقوم البلدي والزبيب. حط راسي صغير خام والزيت. باقي خصنا الزيت والماء. انا نسيت ما حطيتهمش هنايا. انا غنجيبو غنحطهم وغنجيب حتى الكوكوط ديالنا، وغادي نبداو في الطريقه ديال النصيب ديال هاد الكرعين مع الحمص والزبيب. الطريقه اللي هي سهله وانا هادشي كنوجهو للمبتدئات اللي ما كيعرفوش له اولا اللي ما كيعرفوش اصلا اللي عمرهم ما داروه يعني في البلاد ديالهم. هذه الفرصه فين يديروه راه كيجي زوين والطريقه سهله. ها هي كاس زيت العود وهكا هو كاس تاع الماء باش نمرقو. دابا غناخذ الكوكوط ديالنا، دابا غنخوي البلاصه باش نحطو فيها الكوكوط ديالنا. الكوكوط ديالنا غنحطو فيها الكرعين هو الاولانيه لتحت. لانه كانوا كونجولي باغي غير الثلج. صافي غندير هاد ربيطه القزبر. كنفضل ما نقطعهاش لان كتجي المرقه ديالها شويه منقطعه بزاف. القزبر لا ما كنخليها هكا، كنفضلها تكون هكا احسن. هاد الثومه ديالنا درت واحد 4 فصوص ديال الثوم، والبصله يكونوا واحد جوج كبار مقطعين هكا شنانف. يعني البصله كتعطي واحد المذاق حلو مع الحمص مع الكرعين كيجيو زوينين. الا كانوا حتى هاد البصلات ماشي مشكل، يعني البصله اي حاجه كدير فيها البصل كتعطي واحد كتجي مرقتها حلوه، وخصوصا هاد البصله هاد الحمراء. صافي هاد العود ديال القرفه ها هو تا هو غنديرو هنا. ها هي نبدا بالملحه. الملحه ما تقوش بزاف لان ديجا حلاوه ديال الزبيب وحلاوه ديال البصله، لان شي ملي كتخلطو كيعطيو يعني ما تقوش الملحه بزاف، ما تجيش الملحه غالبه على الحلاوه بزاف. صافي والتحميره وشويه القرفه وشويه حتى شويه القزبر حبوب اللي بغيتو ديروه مطحون حتى هو ديروه حتى هو راه كيجي زوين. صافي في هاد اللحظه غنزيدو كاس تاع زيت العود. انا ما خلطتوش، درت كاس زيت العود نيشان، يعني غير العود نيشان ما درتش ما خلطتهاش. وغنديرو الحمص بلا ما يحتاج لا يتقلى لا حتى حاجه. صافي غير الحمص هو. هي الطريقه سهله ما غتحتاج. لكن الناس كيقليو انا ما نقليش، انا كنفضلو هكا تيجي زوين. صافي وكنديروا الماء الكافي لان ديجا حنا كنعرفوا الكرعين تيهزوا الماء، يعني كيهزوا الطياب، يعني خاصهم شويه الماء زايد، يعني الماء غير كافي ضروري خصنا نزيدو. وغنخليو الزبيب حتى يطيبوا مزيان. عاد رميو الزبيب لان عارفين الزبيب دغيا تيطيب
صافي وغير نسدو على الكوكو ديالنا ونخليوها طيب حتى نرجعو لكم. ها هو من بعد ملي طاب لينا نشوفو الكرعين واش طابو ولا مازال. هما طابو وما شفتو كيبداو. الحمص حتى هو طايب باينه طايب. دابا بقى خاص لينا دابا خاصنا نتوما نقلبوه باش تشوفوه مزيان كلشي طايب. يعني غنزيدو شويه الزبيب باقي غنزيدو واحد شويه. شوف المرقه كيفاش كتجي خاتره ومعلكه. وما غنخليوش هاد المرقه كامله لان ديجا في الاخر نحيدوها نقصو منها. صافي غنزيدو هاد الزبيب. ها هو خصنا درنا هو درنا الكوكو ديالنا. نحاولوا نفرقوه في جميع الجوانب باش تبقى الحلاوه ديالو. صافي غنعاودو نسدو الكوكو واحد شويه ثاني بما طاب الزبيب وطلق الحلاوه ديالو مع الملوحه باش كلشي ينسجم. وغنشوفوه في طبق التقديم في الاخير. شوفوا كيفاش جا. هانتوما تتشوفوا حتى اللحم حتى الكرعين هانت العظم راه تنصل على اللحم ديالو. يعني هذه العلامه بانه طاب. هانتوما المريقه راه ما خليتشي بزاف راه والو غير شي شويه. هذا الشيء كيبان لكم غير شويه. صافي هانتوما شتو اللحم ها هو تفصل على اللبن. صافي هذه العلامه بانه طاب. هانتوما شوفوا توريكم بانه راه طاب مزيان. صافي في هاد اللحظات صافي ما بقى نكذب غير نوجدو ونحطو هاد نديرو في طبق التقديم وغتشوفوا ان شاء الله. المرقه هذه كتجي معلكه وخاتره وبنينه. جربوا هاد الطريقه وغتشوفوا النتيجه غتبهركم. وما تنساوناش من التعليق واللايك والاشتراك باش كلشي يستافد. هذا هو الطبق تاعنا الاخير وطبق التقديم. ها نتوما شوفوا كيفاش جا. شوفوا كيفاش جا الزبيب مع البصله الحمص كيفاش جا معلك. والمريقه ديالنا راه هي هذه اللي كانت في كوكوط. يعني ما نقص منها حتى حاجه. هانتوما كيفاش كتجي مريقه معسله زوينه. ما كاين اللي كيزيد فيها في الاخر العسل. انا كنفضلها تكون عندها حلاوه طبيعيه ما فيها لا عسل لا حتى حاجه. كاين اللي كيدير السكر كاين اللي كيدير العسل. انا ما كندير حتى حاجه كنخليها هكا طبيعيه باش تذوقوا الحلاوه ديالها. وهادو هما الكرعين الاصليين البلديين كما تقولوا حنايا. لحقكم وطريقكم ما زيد لكم حتى شي حاجه زايده. وبالصحه وبالراحه وبالهنا والشفاء ان شاء الله يا ربي. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.